تخيل اكتشاف عظمة بالصدفة كانت السبب الرئيسي في كشف أهم قضية في تاريخ مصر. ورغم إن عدى عليها أكتر من 100 سنة، لكن لحد النهاردة حواليها شكوك. النهاردة هنحكي قصة ريا وسكينة، بس القصة اللي هنقولها مليانة تفاصيل تعرض ليكم لأول مرة على الإطلاق. وإحنا هنعتمد في روايتنا دي على مذكرات سيدني سميث للكاتب الصحفي مصطفى عبيد، وكتاب رجال ريا وسكينة للكاتب الكبير صلاح عيسى. تعالوا نرجع 105 سنة لورا، وتحديداً 1920. مجموعة عمال كانوا بيحفروا لتصليح مواسير الصرف الصحي، وده في واحدة من المناطق السكنية في محافظة الإسكندرية. وأثناء الحفر ده يحصل كسر في ماسورة كبيرة من مواسير الصرف الصحي، وفي محاولة تصليحها يلاقي واحد من العمال عظمة ويبلغ عنها للشرطة، وبدور الشرطة تبعت العظمة دي لمصلحة الطب الشرعي في القاهرة، تحديداً لدكتور سيدني سميث، علشان يقرر هي العظمة دي لحيوان ولا لإنسان. والصادم أول ما فحصها دكتور سيدني قدر يحدد إنها عظمة بشرية. وقتها رجال الأمن قررت إنها تعمل عملية تنقيب كبيرة في المناطق المجاورة للمكان اللي لقوا فيه العظمة، وفعلاً لقوا أجزاء باقية وكتيرة لهياكل عظمية بشرية. ولما كثف رجال الأمن البحث أكتر، لقوا إن بقايا العظم جاية من صرف صحي لواحد من البيوت المجاورة لماسورة الصرف العمومية. فاستدعى رجال الأمن دكتور سيدني سميث علشان يتابع ويعاين معاهم البيت بنفسه. البيت كان بسيط جداً، الحوائط شكلها قديم ومتهالك، والبلاط متشال من الأرض. فدكتور سيدني يؤمر بأنهم يحفروا ويطلعوا أي هياكل عظمية مدفونة. وأول هيكل عظمي لقوه كان مدفون تحت الأرض بعمق مش كبير، وكان لبان تشبه. ومن حالة الجثة كان واضح إنها مش مدفونة من وقت طويل. وبعد فحص أول جثة تبين إن سبب الوفاة الخنق بالإيد. وخلال عملية التنقيب اكتشف رجال الأمن 7 جثث مرصوصين جنب بعض كأنها مقبرة جماعية. وبعد اكتشاف أول 7 جثث يكتشف رجال الأمن إن في 7 جثث تانيين مدفونين تحتهم مرصوصين بنفس الشكل. المنظر مرهب جدا ومخيف، ومحدش مصدق إزاي بيت عادي في منطقة سكنية زحمة طول الوقت زي دي يكون جواه عدد الجثث دي. إزاي حصلت كل الجرائم دي؟ وحصلت إمتى؟ والسؤال الأهم، إزاي مفيش ولا واحد من الجيران أو من الناس اللي ماشيين في الشارع شك إن في حاجة غريبة في البيت ده؟ وفي نفس الوقت إزاي مفيش أي بلاغات تغيب كانت ممكن تساعد رجال الأمن في كشف القضية دي من بدري؟ وإن لولا التسريب اللي حصل في مواسير الصرف العمومي ما كانش أي حد هيكتشف القضية دي. وتم إرسال 14 جثة لمصلحة الطب الشرعي، وبدأ دكتور سيدني يفحص جثة جثة علشان يحاول يوصل لأي خيط يفيد أكتر قضية غامضة عدت عليه من أول ما وصل على مصر. وخلال الفحص قدر دكتور سيدني يحدد زمن الوفاة لكل جثة في مدد متفاوتة بين الجثث، لكن أقدم جثة اتدفنت من 2 تقريباً. وكل الجثث لسيدات، وكلهم ماتوا بنفس الطريقة عن طريق الخنق بالإيد، وده اتأكد منه من العلامات اللي واضحة على رقبة كل جثة. وأعمار الجثث تتراوح ما بين 18 و 35 سنة تقريباً، وكل الجثث عليها آثار الختان، ودي كانت عادة وقتها عند المسلمين بس. فقدر من خلال الآثار دي يحدد هوية الجثث الدينية إنهم كلهم ستات مسلمات، وده شيء هيساعد رجال الأمن في التحقيق. واللي يلفت انتباه دكتور سيدني سميث أكتر إن بعض الجثث كان واضح من نظام الحوض إنها أنجبت مرة أو 2، لكن كل الجثث كانت محتفظة بشعل العانة. وده كان معروف وقتها في مصر إن السيدات اللي بتشتغل في مجال الدعارة هي اللي بتعمل كده، وده كان خيط مهم جدا في القضية. ومن خلال مراجعة ملفات النساء المسجلة في سجلات الدعارة أو العاهرات، قدر رجال الأمن تحديد هوية الجثث. والإجراء ده تم بسهولة لأن الدعارة في مصر في الوقت ده كانت مرخصة. وهنا كان تفسير مهم إن ليه مفيش أي بلاغات تغيب، وده لأن الأهالي كانت بتتبرى من بناتهم اللي بيمشوا في طريق الدعارة. وفي خلال وقت قليل جدا قدر رجال الأمن يتعرفوا على كل الجثث، وبعد تكثيف التحريات قدروا يتوصلوا لسكان البيت، أختين اسمهم ريا علي همام وسكينة علي همام، وتم القبض عليهم وعلى أزواجهم.
علشان تبدأ التحريات في أهم وأكبر قضية في تاريخ مصر. خلينا نتعرف على المتهمتين الرئيسيتين في القضية دي. أولاً، ريا على همام، اتولدت سنة 1875، وسكينة علي همام اتولدت بعدها بحوالي 10 سنين. أصولهم من الصعيد، لكن مش معروف منين بالظبط، بس بعض الروايات بتقول إنهم من أسوان. وبعد وفاة والدهم قررت والدتهم إنهم يروحوا يعيشوا معاها في بلدها كفر الزيات، وهناك وحسب العادات والتقاليد اتجوزت ريا في سن صغير، لكن جوزها توفى بعد ما خلفت منه طفل واحد بس. وبرضه حسب عادات وتقاليد الصعيد غصبوها إنها تتجوز أخو جوزها اللي هو عم ابنها حسب الله، اللي كان أصغر منها بحوالي 7 سنين. ويشاء القدر إن ابنها اللي بسببه اتجوزت حسب الله يتوفى، لكن بعدها خلفت من حسب الله ده 5 أطفال، لكن كلهم اتوفوا ما عدا طفلة واحدة بس اسمها بديعة. ولأن ريا كانت بتحب حسب الله جدا ومش عايزة تتطلق منه، فقررت إن هي اللي تصرف عليه علشان بس يفضل معاها وما يطلقهاش أو يتجوز عليها، لأن زي ما قلنا هو أصغر منها. فقررت إن هي اللي تتولى الصرف عليه هو وبنته. وفي البداية قبل ما ينقلوا حياتهم على اسكندرية ويستقروا فيها، كانوا بيشتغلوا جوه كفر الزيات في حلق القطن، وريا أحياناً كانت بتساعد والدتها في نصباية الشاي اللي كانت بتشتغل فيها، أو أحياناً كانت بتبيع خضار في الشارع. أما سكينة فقررت إنها تشتغل من البداية في الدعارة، وكانت مدمنة للخمرة جداً لدرجة إنها كانت بتوصل للسكر، ووصل معاها الموضوع إنها كانت بترهن هدومها علشان تقدر توفر فلوس الخمرة، وكانت شايفة إن أحسن طريقة تجيب بيها فلوس هي الدعارة. ووقتها الدعارة في مصر كانت مرخصة زي ما قلنا في البداية، وكان بيتعمل كشف طبي للستات اللي بتشتغل في المجال ده، وده علشان يوافقوا عليهم ويتسجلوا في الأوراق الرسمية ويدفعوا الضرائب. وفي يوم واحدة ست كان عندها بيت دعارة كبير في طنطا شافت سكينة وأعجبت بيها جدا، فبلغت سكينة إنها تيجي وتشتغل معاها. والست دي ضمتها بعد كده للبنات اللي شغالين عندها في بيت الدعارة. وفي يوم تعبت سكينة ودخلت المستشفى، وهناك اتعرفت على التمرجي أحمد رجب، وحصل بينهم قصة حب، وقرروا يهربوا مع بعض واتجوزوا في اسكندرية وعاشوا هناك عيشة مستقرة. لكن ريا وحسب الله كانوا لسه في كفر الزيات، وكان وقتها حسب الله ساب موضوع حلق القطن واشتغل في السرقة، واتقبض عليه وهو متلبس بالسرقة واتحبس لمدة 6 شهور. ولما طلع من السجن قرر يكمل السرقة، فكان بيسرق المحلات الصغيرة والدكاكين بمساعدة أبو العالة أخو ريا، واللي لبسوه ريا في قضية بدلعم، واتحبست مكانهم لمدة 3 شهور. ووقتها هرب جوزها وأخوها على هناك، ولما خرجت ريا من السجن سافرت لهم على هناك. وفي الوقت ده قامت الحرب العالمية الأولى، وحصل كساد اقتصادي في العالم، وبدأت البطالة تزيد في مصر، وبرضه الجرائم وأعمال النهب والسرقة تزيد معاها. وهنا قررت سكينة إنها ترجع تشتغل في الدعارة تاني، برغم إنها كانت واخدة قرار إنها مش هتشتغل في المجال ده تاني، لكن رجوعها المرة دي كان بسبب إن جوزها أحمد رجب مش لاقي شغل، وحالتهم المادية كانت عمالة تسوء. وعاشوا كلهم فترة في بيت سكينة اللي كانت بتصرف على جوزها وأختها وجوز أختها وأخوها من فلوس الدعارة. وأحمد رجب جوز سكينة لما شاف الوضع ده الرجولة خدته، وقرر إنه يتطوع في السلطة. ومعنى التطوع في السلطة وقتها إنه هيشتغل في السخرة لحساب الضباط الإنجليز اللي كانوا عايزين يوفروا مجهود جنودهم، فكانوا بيسخروا المصريين يشتغلوا عندهم كعمال، يشيلوا طوب وزلط وينشروا حديد ويرصفوا الطريق. وسافر أحمد رجب وغاب سنين، وسكينة ساعتها افتكرت إن جوزها مات، فما ضيعتش وقت وتعرفت على راجل اسمه محمد سداد، وده كان مرتاح ماديا جدا وكان بيصرف عليها. لكن لما قابلت عبد العال وقعت في غرامه من أول نظرة، وقررت تعيش معاه بدون جواز، واللي كان برضو أصغر منها بسنين. وبرضو علشان يوافق يعيش معاها كانت هي اللي بتصرف عليه. سكينة كانت حنينة، وفي يوم من الأيام قرروا هم ال4 ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال فتح بيت دعارة.
وريا هي اللي هتديره، لأن كان عندها قدرة غير عادية في جذب الستات والتعرف عليهم. وحالة مصر الاقتصادية وقتها كانت صعبة جدا، وده كان طبيعي بعد الحرب العالمية الأولى، لدرجة إن كان في ستات كتيرة بدأت تدخل في مجال الدعارة، وده بسبب إن أزواجهم سابوهم وتطوعوا في السلطة، وغابوا سنين من غير ما يعرفوا هم فين وعايشين ولا لأ. وريا وسكينة فضلوا يتنقلوا من بيت لبيت، لأن كل ما كانوا بيفتحوا بيت دعارة كانت الحكومة بتقفلها ليهم، وده علشان ما كانش معاهم تصاريح، وده لأن حسب الله وريا كانوا مسجونين قبل كده وعليهم جنحة، فكان ممنوع ليهم أي تصريح. ولما الموضوع اتقفل من كل الجوانب، قرر حسب الله وعبد العال وصديقهم عرابي حسين إنهم يسافروا يتطوعوا هم كمان في السلطة. لكن ريا وسكينة بدأوا يشتغلوا تاني في الدعارة، وكان وضعهم كويس جدا، لدرجة إن أجوازهم لما نزلوا مرة أجازة ولقوا إن الشغل ماشي معاهم كويس، قرروا إنهم ما يرجعوش للسلطة تاني. وقامت ثورة 19، ورجعت الحالة الاقتصادية السيئة تاني، والشغل وقف خالص. وبعد سنين يرجع أحمد رجب علشان يلاقي سكينة مراته عايشة مع راجل تاني ومن غير جواز، فيطلقها وهي تتجوز عبد العال بشكل رسمي. وساعتها قرروا يفتحوا مشروع جديد. أجروا بيت في واحد من الأحياء في اسكندرية، وكان عبارة عن دورين. الدور الأول هيبقى خمارة أو حاجة كده زي البار، والدور التاني للدعارة. ده غير إن في خدمة تقديم أكل للزباين، وقسموا الأدوار عليهم. ريا وسكينة مسؤولين عن إدارة الدعارة، وحسب الله وعبد العال وأصحابهم عرابي وعبد الرازق هم المسؤولين عن الخمارة وحراسة البيت. الستات اللي كانت بتشتغل في الدعارة في الوقت ده كان ليهم طقوس معينة. كانوا بيجمدوا الفلوس اللي بتطلع لهم من الدعارة في إنهم يشتروا ذهب كنوع من أنواع التجارة والزينة في نفس الوقت. وكانت ريا طول الوقت بتضايق منهم، لأنها ما كانش معاها فلوس تشتري ذهب زيهم، لأن كل اللي كان بيجي لها حسب الله جوزها كان بياخده على طول. وقررت ريا ساعتها إنها تنفذ خطة جديدة، وهي إنها تستدرج الستات اللي شغالين في الدعارة وتحاول تسرق ذهبهم. وأول ضحاياهم كانت واحدة اسمها خضرة، فشلوا في إنهم يسرقوها، فقرروا يقتلوها علشان ما تفضحهمش. وضحية جرت ضحية، وبقت الجريمة عبارة عن استدراج واحدة شغالة في الدعارة، يشربوها نوع قوي جدا من الخمر أو المنوم لحد ما تدوخ تماما، وبعدين يبتدوا الرجالة يكتفوها من إيديها ورجليها، وواحد يخنقها بمنديل مبلول، وبعدها يحفروا حفرة عميقة ويدفنوا الضحية وهي عريانة تماما. بعد ما بيكونوا سرقوا منها ذهبها وهدومها حتى ملابسها الداخلية. ريا وسكينة ما كانوش بيشاركوا في عملية القتل، هم بس كانوا بيجيبوا الضحية لحد البيت. بس كان دورهم بعد كده مهم جدا، لأن هم اللي كانوا بيبيعوا الذهب بعد تنفيذ الجريمة. يعني عملية القتل كانت بتبقى على الرجالة الأربعة، حسب الله وعبد العال وعرابي وعبد الرازق. كل القضايا عن اختفاء السيدات وقتها كانت بتتحفظ وتتسجل ضد مجهول. لحد سنة 1920 نشرت واحدة من الجرايد المصرية خبر القبض على محمود علام سفاح طنطا، واللي كان مشهور وقتها بخطف وقتل السيدات علشان يسرق ذهبهم. ولما اتقبض عليه اعترف إنه رئيس عصابة متخصص في سرقة وقتل السيدات، وكان بيتخلص من الجثث عن طريق إنه يرميهم في الترعة. وانتشرت في محافظة اسكندرية في نفس الوقت قضايا اختفاء النساء، فبدأ الناس والحكومة تفكر إن صاحب الجرائم دي في اسكندرية برضو هو محمود علام. علشان كده ريا وسكينة مكملين في الجرائم بتاعتهم دي عادي من غير أي خوف، لأن الشكوك كانت بعيدة تماماً عنهم. الجثث كلها كانت مدفونة في بيت ريا، وده البيت اللي اكتشفه سيدني سميث، لكن كان فيه 3 جثث في البيت التاني اللي كانوا عاملين فيه مشروع الخمارة وبيت الدعارة، والبيت ده برضو هو اللي كانت ساكنة فيه سكينة. وبعد تقرير دكتور سيدني سميث بدأت التحقيقات لرجال الشرطة على طول. جمع رجال الشرطة كل الخيوط واكتشفوا إن محمود علام اللي اتحكم عليه بالإعدام ملوش علاقة بكل الجرائم اللي حصلت في اسكندرية، وإن اللي ورا كل الجرائم دي هم ريا وسكينة. وتم إصدار حكم الإعدام عليهم كلهم سنة 1921 في شهر مايو.
علشان يكون الحكم بالإعدام على ريا وسكينة أول حكم بالإعدام على سيدات في تاريخ مصر الحديث. الغريب إن وقت تنفيذ الحكم ما كانش ولا حد فيهم ندمان، بالعكس ريا كانت بتضحك وبتقول إنها ست قوية وما يهزهاش أبدا الموت، وعبد العال كان شايف إنه بطل وأنقذ مصر من العاهرات، ولو كان ليه عمر زيادة كان قتل منهم عدد أكبر، ودي اعترافات حقيقية وموثقة. أما عن المغالطة التاريخية إن ريا وسكينة أبطال وبيقتلوا الضباط الإنجليز، وإن الإنجليز هم اللي اختلقوا قصص وهمية إنهم قاتلين علشان يشوهوا سمعتهم ويتحكم عليهم بالإعدام، فده كلام غير منطقي، لأنهم لو كانوا أبطال حقيقيين كان حزب الوفد اللي كان حزب الثورة وقتها واللي كان الأبطال الحقيقيين بيشتغلوا فعلا لصالحه هيطلعهم أبطال حقيقيين. ده غير إن مفيش أي وثائق أو ورق رسمي يثبت إنهم كانوا أبطال، واللي متسجل في القضية الأصلية بالوثائق جرائم واعترافات تفصيلية عنها، وكمان كل الجثث كانت بتاعت سيدات بتشتغل في الدعارة ومفيش معاهم ولا جثة راجل واحد. مفيش أي حد غريب دخل وسطهم وفضل السر بتاعهم بينهم لحد ما تم اكتشافهم بالصدفة. أتمنى تكون القصة دي عجبتكم وأضافت لحضراتكم تفاصيل يمكن ما تعرفوهاش عن قصة ريا وسكينة. أشوفكم في قصة جديدة، ونهاية الكلام سلام.